وجدي السيد، مرحبا بك، أنا موجود إذاعة راديو بي جديد. مرحبا بك ومرحبا بالكلوبستية كلهم. سي وجدي، شفنا العشية ثمت في مقر جامعة وسير كرة القدم سحب قرعة مرحلة البلاي اوف بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. لو كان تعطينا قراءتك للقرعة العامة والمباريات بصفة عامة. والله بصفة عامة القرعة يعني كانت صعيبة برشا وقاسية بالنسبة للنادي الأفريقي بصراحة. يعني كنت نشوف مقارنة يعني بالرزنامة نتاع الفرق الأخرى المنافسة للنادي الأفريقي، يعني رزنامة صعيبة برشا لأنه الديبار صعيب برشا، وبداية الموسم باش تكون البلاي اوف باش تكون صعيبة برشا، ونهاية البلاي اوف باش تكون صعيبة أيضا. علاش؟ لأنه النادي الافريقي باش يعمل 3 ماتشات صعب برشا، معناها كاليبر كبير برشا، فهمني ما ثماش صراحه جمله. يعني النادي الافريقي يلعب مع النادي الصفاقسي، ومن بعد يلعب مع ديربي مع الترجي الرياضي، ومن بعد يلعب مع النجم الساحلي. يعني ما ثماش، يعني تري ديفيسيل. معناها ديبار لازم يكون ناجح 100%، ولا معناها ينجم ياثر على بقيه السباق. دونك لازم ان شاء الله الفريق يكون جاهز للبدايه هذه الصعيبه هذه من ناحيه البدايه، وفي النهايه ايضا نهايه صعيبه، لان ما صحيح ماهوش باش يلعب مع فرق ممكن تنافس من اجل البطوله، لكن باش يلعب باش يعمل 2 ديبلاسمون مع زوز فرق، يعني ضد زوز فرق في الجنوب، يعني امكانياتهم معناها عندهم امكانيات، وفرق يعني صعيبه على ملعبها اللي هما باش يكون ممكن يكون اتحاد بلقردان ولا نادي بنزرتي، نتصور باش يكون اتحاد بلقردان. والمباراه الثانيه الاخرى ضد نجم المتلاوي في المتلاوي. دونك زوز مباريات هذوما ان شاء الله، زوز مباريات هذوما ونهايه الموسم خاصه في الزوز مباريات الاخيره تتم يعني في احسن الظروف من ناحيه الاجواء العامه ومن ناحيه التحكيم ومن ناحيه كل شيء. عاش قلت لك مقارنه بالبقيه، يعني النادي الافريقي ما تماش راحه في البدايه ومباريات صعيبه في الاخير. واذا كان نقارنوه مثلا يعني الترجي الرياضي يشوفوا الفاز روتور نتاعو على 5 مباريات باش يلعب 4 مباريات في تونس، يعني نقطة استفهام كبيرة. يعني معناها نتصور أنا إذا كان الباركور هذايا نتاع الروتور كان جاء عند النادي الأفريقي ممكن كانت تقوم القيامة، يعني ويصير معناها وتصير يعني احتجاجات وكل شيء. لكن ما نعرفش هل ترى من أنا الصدف باب الصدف، وأنه الترجي الرياضي بالذات السنة باش يلعب 4 مباريات على 5 يعني في ملعبه معناها في تونس، وان هذه الرزنامه عطاتنا هذا نشوفوها على كل حال في وقت يبدا البلاي اوف، نشوفوا معناها الكومبورتمون نتاع ليزابيت والكومبورتمون نتاع الجامعه والكومبورتمون نتاع الرابطه وكل شيء. اكيد باش يصيروا تفاصيل اخرين ممكن يزيدوا يبينوا لنا اكثر، يعني هل ان النيه صافيه كما يقولوا ام انها نيه مبيته. يعني سي وجدي، أنت حكيت على أنها الرزنامة صعيبة على النادي الأفريقي. لو كان تعطينا يعني حظوظ النادي الأفريقي بالنسبة للقب، خاصة وأن سمعنا رئيس النادي عنده تقريبا نهارين يعني صرح وأنه النادي الأفريقي ما هوش يلعب على اللقب ويعني وجست يكون في جمعية، ونتصور هذا تصريح يعني ما عندوش حتى معنى، خاصة فريق يعني بحجم النادي الأفريقي ديما يعني يلعب على الألقاب معناتها من غير أعذار ومن غير ما الفريق كيف النادي الأفريقي الفرق الكبرى هذه نتصور ما تكونش في وجه. لا ما نتصورش كان اللي قالوا رئيس النادي هو هذه الحقيقه. يعني ما نتصورش، لانه ما نجمش النادي الافريقي يلعب بلاي اوف وما يلعبش على البطوله، ما تجيش ما يتوقعها حد وما يمنها حد. يعني ما انا بصراحه يعني اولا الحاجه الثانيه اظن انه المستوى اللي قدمه النادي الافريقي في الدربي الاخير بين وانه ما ثماش حتى فريق اقوى من النادي الافريقي، بالرغم من الانتدابات الكبيره اللي عملوها الفرق الاخرى. من ناحيه الترجي الرياضي عمل انتدابات كبيره، نعرفوا من بدايه الموسم، مش حتى في الميركاتو. يعني في الميركاتو ما عملش انتدابات، لكن في بدايه الموسم عمل انتدابات كبيره، واكثر فريق عمل انتدابات ثناء في الموسم هذا هو الترجي الرياضي. بالرغم هذا شفنا قصرنا عليه، والاولاد يعني ما قصروش، قدموا مباريات بطوليه. فهمت؟ النجم الساحلي ماهوش في احسن حالاته، ماهوش اقوى من النجم الساحلي اللي كان، ونعرفوا المشاكل اللي صارت مع فوزي بنزرتي كيفاش الفريق يعني ما عادش قادر انه ينتصر، فهمتني، ويعيش معناها فتره صعبه برشا. بالنسبه للنادي الصفاقسي هو في فتره انتقاليه، يعني ايضا ماهوش الصفاقسي اللي نعرفوه الفريق اللي باش يكون منافس كبير على البطوله، لا.
يعني نتصور انه فرصه النادي الافريقي موجوده يعني، وبصراحه ينجم النادي الافريقي ينافس من اجل البطوله. اما قلت لك يعني بدايه البلاي اوف باش يكون يعني مؤثر جدا، يعني ان شاء الله تكون بدايه موفقه بالنسبه للنادي الافريقي، باش هذا يعطي يعني دفعه كبيره للاعبين خاصه الشبان الموجودين في النادي الافريقي، يخليهم تعرف راهو اللعب على تيتروات ستون كولتور، معناها ثقافه. اذا كان اولادنا صغار يتعلموا من الاول يبداوا يلعبوا على تيتروات كل شيء، من بعد يلقاو رواحهم يعني ما يلقاو رواحهم في اجواءهم يعني، فهمتني. نتصور ان النادي الافريقي البدايه باش تكون عندها، باش تعطي ثنيه يعني للنادي الافريقي، باش نشوفوا الكومبورتمون نتاع الفريق يعني، خاصه في المباريات الصعيبه الاولانيه، باش نعرفوا عندنا فريق نتاع تيتر ولا لا. اما نحكموا من توا نقولوا ما عندناش فريق نتاع تيتر، اظن انه حكم قاسي. نستناو الزوز ولا 3 مباريات الاولانيين اللي هما معناها كما قلت لك كاليبر كبار برشا، خاصه عندنا النادي الصفاقسي ومن بعد باش نلعبوا الديربي، وحتى النجم الساحلي اللي وراهم المباريات اللي بعدها. فينا فكره 3 مباريات الاولانيين فريقنا يلعب على تيتر ولا باش يكون عنده دور ثاني، وهذا احنا نتمنى وانه ان شاء الله يكون النادي الافريقي بالطبيعه من المنافسين، ولا مش حتى المنافسين، ان شاء الله النادي الافريقي هو اللي يتحصل على البطوله، لانه النادي الافريقي يبقى النادي الافريقي يعني فريق كبير وديما يلعب على البطولات. سي وجدي خليك كلمه الختام. والله انا نقول بديت بمستوى الخير ملي شفت مباراه الدربي بصراحه يعني، والانتصار المهم بالنسبه لي انا مهم برشا، خاصه من ناحيه المعنويات، معنويات اللاعبين نتاعنا يعني. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه النادي الافريقي عنده النادي الافريقي عنده ممكن عنده ميزه ولا عنده يعني فافور كبيره برشا، اللي ممكن الجماعات الاخرين هو اقوى منهم فيها، اللي هو الجمهور بتاعه. انا جمهور الترجي ولا النجم الساحلي ولا النادي الصفاقسي ما نتصورش كانه معناها يعطي الدعم كما يعطي الدعم الجمهور الافريقي للفريق نتاعو. هذه حاجه مهمه برشا. ان شاء الله الناس الكل تقف مع الفريق، ويلزمنا الناس الكل يعني مش من اول عصره، تعرف هذه مباريات كلهم صعيبه، معناها لا قدر الله تصير عصره ما يلزمناش نشكوا في الفريق ونقفوا مع الفريق لاخر لحظه يعني، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. سي وجدي مشكور على القراءة الخاصة نتاعك للبرنامج المباريات مرحلة التتويج، وإن شاء الله تكون لنا فرص أخرى معك في راديو بي جديد تعطينا تحاليل الممتاز على مردود النادي الأفريقي. شكرا لك سي وجدي. شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.